اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. عايزين اكله سريعه وسهله وبسيطه وتكون تكلفتها بسيطه جدا. تعالوا نعمل مع بعض احلى فراخ بصوص بني رهيب، طعم يجنن مع مكرونه بقى، حاجه كده فوق الخيال وفوق الوصف. تعالوا نشوف عملناها ازاي باخف طريقه ممكن تعمليها في حياتك. تعالوا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده معانا ان احنا هنقطع الخضار بتاعنا ونظبط الدنيا علشان نبتدي سريع سريع كده وندخل على البوتاجاز. معايا كده حوالي 3 4 فصوص توم، مسكتهم كده قطعتهم كده بالسكينه، ممكن تفرموهم في الكبه، ممكن تفرموهم تدقهم في الهون يعني. بس انا قلت بدل ان انا بقطع على البلانشه يبقى خليهم كلهم مع بعض على البلانشه وخلاص. بعد ما عملتهم كده هركنهم بقى على جنب وهم على البلانشه على طول. هقطع معايا روزماري وزعتر. دول الروزماري والزعتر دول فريش، ممكن تستخدموهم جافين، بس انا علشان هما موجودين عندي فريش فاستخدمتهم فريش على طول. وقطعتهم برضو كده بالسكينة هما كمان. خليتهم ناعمين برضو زي التوم بالظبط. وهركنهم برضو على جنب لحد ما اجهز بقى بقية التتبيلة بتاعتي. انا طبعا معايا في الطبق اللي قدامي ده معايا علبة من الزبادي، العلبة اللي هي أصغر علبة موجودة، معلقتين كبار من المعلقة بتاعة الأكل زبادي. هحط عليهم كده نص معلقة من العسل أو السكر يعني على حسب الموجود عندك. هنزل عليهم كمان بليمونة كده، هعصرها عليهم. وكل ما بحط حاجة بفضل أقلب فيها لحد ما تندمج كده مع بعضها. طبعا بقى انا ضربت الزبادي الاول علشان ما تفصلش مني لما انا احط عليها الليمون. بعد ما قلبتهم كده كويس وحطيت كمان شوية من الزيت، حطيت التوم والزعتر والروزماري اللي انا قطعته بالسكينة، وهنزل عليهم كده بمعلقة كبيرة من المستردة. لو عندك خردل مطحون حطي نص معلقة. بعد ما باحط الحاجة وبعدين باقلّب تاني. بعد ما حطيت المستردة هانزل بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي فلفل اسود وكمون وملح وكزبرة، وكمان نُص معلقة من البهارات المشكّلة. وطبعًا معايا بابريكا، أدّيهم بقى تقليبة كويسة كده مع بعض. وأجيب بقى الفراخ بتاعتي وأقطّعها. الفراخ بقى ممكن أي حتّة أنتِ حابة تستخدميها. أنا جِبت معايا وراك شِلت الجلد بتاعها ومسكت كده الورك قطّعته على 3 حتت. أنتِ بقى ممكن تستخدمي أي حتّة فراخ موجودة عندِك، صدر، ورك، أي نوع أنتِ حابة تستخدميه. وباشرّحها كده بالسكينة زي ما أنتم شايفين. قطّعت الورك الأولاني وأقطّع التاني بنفس الطريقة. باشرّحه كده علشان التتبيلة تدخل جواه وتتنغنغ كده ويبقى طعمها لذيذ وشارب التتبيلة كويس. بعد ما باقطّعها كده باروح جاية جايبة بقى الطبق بتاعي وحاطة فيه عليها التتبيلة اللي أنا عملتها. التتبيلة ديّة هتخلّيها طرية من جوّه وطعمها حلو. معلقة العسل بتخلّيها طرية أكتر مع الزبادي. بُصّي بقى حاجة كده طعمها تحفة. هادّيهم بقى تقليبة واسيبهم لحد حوالي نُص ساعة أو ساعة، أو ممكن ما تسيبيهاش تتبل خالص وتستخدميها على طول. بس أنا كان قدامي وقت فسِبتها تتبل، بقت طعمها أحلى وطعمها أجمل. أنتِ بقى ممكن تسيبيها تتبل، تعمليها قبل ما تعمليها بفترة وتسيبيها تتبل براحتها. هاجي بقى هنا بعد الساعة ما عدِّت، جِبت بقى طاسة وحطيت فيها معلقة كبيرة كده حلوة من الزبدة، وكمان معلقتين 3 من الزيت. طبعًا أي مادة دهنية أنتِ حابة تستخدميها استخدميها. أنا باحب أستخدم الزبدة واحب أستخدم عليها الزيت عشان ما الزبدة ما تتحرقش. أول ما بتبتدي الزبدة بتاعتي تدوب كده وتسخن معايا، بانزل واحدة واحدة بالفراخ بتاعتي عليها. طبعًا بقى باسيبها لحد ما بتتحمّر، بتاخد لون كده معايا. اللون ده بقى هو اللي هيدّيني الصوص اللي هو اللون البني بتاعنا. الصوص ده اختياري، لو حابة ما تعمليهوش ما تعمليهوش، بس أنا حبيت إن أنا أعمله لإنه كان مدّي لي طعم جبار. أول ما بتاخد لون من جنب كده باقلبها على الجنب التاني علشان تاخد اللون التاني. طبعًا بقى هي مكشوفة، أنا بقى هاغطّيها بس مش دلوقتي عشان تكمّل سواها كويس. بس لمّا بتتحمّر معايا كلّها زي ما أنتم شايفين كده، كده اتحمّرت معايا. هانزل بقى عليها ببقية التتبيلة بتاعتي واغطي عليها لحد ما تبتدي تستوي، بس بادّيها تقليبة كمان علشان الحتة اللي ما اتحمرتش تتحمر. هانزل بقى عليها بالتتبيلة زي ما قُلت لِك.
واديها تقليبه كمان. حابه تضيفي نص كوبايه ميه ضيفيها، بس احنا مش هنضيف ميه، احنا هنغطيها زي ما هي كده لانها خلاص 3/4 سوا كده وخلاص كده استوت. هجيب بقى معايا علشان نعمل معانا الصوص ده، معايا نص كوبايه من الميه واحط عليها معلقه، نص معلقه من النشا، المعلقه اللي هي بتاعه الاكل، وادوبهم كويس كده واكشف عليها تاني. هي هنا خلاص استوت وتمام وزي الفل. باقي ان انا بس اعمل لها الصوص. فهروح جايه مديها تقليبه وانزل عليها بالميه والنشا بعد ما اديهم تقليبه كويسه علشان النشا بتاعتي ما تكلكعش. وخلاص كده الصوص بتاعي جاهز. ممكن تستخدمي الدقيق مكان النشا، بس النشا عامله صوص رهيب. هغطيها بقى دقيقه كمان لحد ما تتنغنغ كده في الصوص، وكده تبقى ايه الفراخ بتاعتي جاهزه. كنت انا بقى سلقت المكرونه وعملت لها الصوص بتاعها وقلبتها فيها كويس. وتعالوا بقى نغرف ونشوف الطعم بتاعنا عامل ازاي. الصوص البني ده لما حطيته على المكرونه اداها طعم اغنى واطعم من الفراخ نفسها. يعني انتي هتاكلي المكرونه وهتسيبي الفراخ بسبب طعمها الجبار. بعد ما غرفنا المكرونة كده هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونحطها على الوش كده، وطبعا الصوص نحطه على المكرونة اللي هتخليها منغنغة كده وجبارة. طبعا بقى التقديم اللي انت حابة تستخدمي، اللي انت حابة تقدمي بيه قدمي بيه. انا حبيت ان انا اخليها كده المكرونة تتنغنغ معاها. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة. وتعالوا بقى نقرب كده ونشوف الطعم والحلاوة والطعامة واللذيذة. بصوا حاجة كده فوق الخيال وفوق الوصف، جبارة وخطيرة. طعمها رهيب وكمان طعمها تحفة. جربيها ومش هتندمي. ولادك هيطلبوها منك كل يوم. حاجة سهلة وسريعة وبسيطة وكمان مش مكلفة خالص. ممكن تستغني عن الزعتر والروزماري لو مش موجودين عندك. كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي.